الخناق مع الولاد بسبب الاندومي انتهى خلاص. تعالي بقى النهارده هنعمله بطريقه جميله جدا زي الاندومي بتاع بره بالظبط. جبتلكوا بقى الطريقه الصح اللي محدش قالكوا عليها قبل كده. انسى اي طريقه تانية للاندومي عرفتيها. هنعمله في البيت بنفس الطريقه بتاعت بره بالظبط ونفس الطعم ونفس الشكل. هنعمله بالمكرونه الاسباجيتي وهنعمل التوابل بتاعته والزيت بتاعته بطريقه سهله وبسيطه خالص. صلي على النبي كده الاول وحط لنا لايك للفيديو. اول حاجه انا جبت الميه اللي هسلق فيها المكرونه، حطيت فيها شويه ملح كده وغطيت عليها، واول ما ابتدت تغلي هنزل بقى بالمكرونه الاسباجيتي بتاعتي. انا اقسمها نصين، انت عايزاها طويله براحتك، انا هنا بحب اقسمها نصين عشان ما تبقاش طويله قوي. يا دوبت بس انا هسيبها 10 دقايق على حسب نوع المكرونه بتاعتك وهتلاقيها استوى. بس اهم حاجه بقى ان انت تكوني جايبه المكرونه اللي انت عارفه وواثقه انها نظيفه، يعني هتجيبيها اكياس مغلفه وفي نفس الوقت تكون مش بتتهري معاكي في النار، لان احنا مش هنصفيها، الميه بتاعتها ديت اللي اتسلقت فيها هنخليها هتبقى ديت الميه بتاعت الاندومي. كده تمام. هاتي بقى الطاسه بتاعتك وحطي فيها شويه زيت، وقبل ما تولعي عليه هنحط 7 انواع من التوابل. اول حاجه انا جبت مرقه دجاج ودقيتها الاول قبل ما افتحها وحطيتها. بعد كده بقى حطيت هحط نص معلقه صغيره من كل حاجه اللي انا هقولك عليها ديت. نص معلقه صغيره توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، نص معلقه صغيره من الكاري، نص معلقه صغيره من بهارات الفراخ، وبرده نص معلقه صغيره من البابريكا. لو انت عايزه الاندومي محمر كده شويه ممكن تحطي معلقه من البابريكا. كده تمام. دلوقتي بقى انا ولعت عليها، هبتدي بقى اشوح التوابل دي كلها كده مع الزيت، وهي التوابل بتتحمص كده هتشمي ريحه الاندومي بتاع بره بالملي، نفس الاندومي اللي بتجيبيه من بره ونفس ريحه التوابل بتاعته، هي دي بالظبط اللي هتشميها في البيت. الفرق بقى ان انت عاملاها في البيت وضامنه نوع التوابل بتاعك وضامنه ان كل حاجه نظيفه وانت بتعملي شوحناها كده اهوت، شميتي ريحتها الجميله، انزلي بقى بيها كده على طول على المكرونه بميتها وهي سخنه. واو يا جماله. صلوا على النبي بقى يا جماعه وحط لنا لايك للفيديو. بجد هتاكلي احلى اندومي، نسخه كده بالظبط من بتاع بره بالتمام. دلوقتي بقى انا طافيه على المكرونه وكل حاجه، هتديها بقى تقليبه كده وتفرجي بقى على الجمال. دوقيها بقى لاولادك وما تقولهمش ان انت عاملاهم في البيت، هم اساسا مش هيفرقوا ما بينه وما بين الطعم اللي بره. وكمان ما خدش مننا وقت خالص، هو يا دوبت بس الفتره بتاعت سلق المكرونه في 10 دقايق يعتبر كان الاندومي جاهز معاكي. قدميه بقى للولاد، وبدل ما يجيبوه من بره ويجيب الامراض والعيا، لا انت اعمليه في البيت بطريقه نظيفه كده وحلوه وهيبقى نفس الطعم بالظبط. حطي لنا بقى لايك للفيديو، نورينا بالاشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل يوم الفيديوهات بتاعتنا. بنزل كل يوم فيديو لوصفات اقتصاديه وعلى قد الايد.